معكم مالك من قناتي أنا كوابيس مالك. اليوم مش جاي أحكي لكم عن مؤامرة جديدة بالنسبة لسلسلة الخراب اللي بنحكي فيها من عام 1907. اليوم راح نحكي عن مؤامرة جديدة وعن خطة غريبة سرية، بس برضو ولا راح حتى نحكي عن عدو خارجي عم يتربص فينا. اليوم هحكي لكم كيف ممكن نطلع من دوامة المؤامرات ونفكر بطريقة مختلفة، يعني مثل ما بنحكيها بالعامية نطلع برا الدائرة، ونبدأ نعيد صياغة عقلنا ونعيد تشكيل وعينا ونبني مستقبل حقيقي من دون أوهام. وهذا الكلام بقصد فيه العائلات العربية بجميع الدول العربية، تبدأ مثل ما ذكرنا بالفيديوهات السابقة من مدارسنا لمساجدنا لبيوتنا، حتى نبني جيل صاعد بفكر يكون واعي وعارف شو صار معه دوله العربية كافة، حتى يعرف كيف يتصرف لقدام. وإن شاء الله إنه يكون لنا نصر قريب عاجلا غير آجل. مر علينا أكثر من 100 سنة على تفتيت بلادنا بعد ما كان المشرق والمغرب العربي متصلين بأرواحهم وبحبال دمهم. صارت دول وصارت حدود وصار الجواز العربي ما يفتح ولا بوابة عند أخوه. بس المشكلة مش شون، المشكلة إنه لسه لحد اليوم في ناس بتعيش على خيال، بتغذي عقولها بنظريات ما إلها أي أساس، وبتنسى إنه في حقائق دامغة لو عرفناها ممكن نغير الواقع من جذوره. خلينا نبدأ من أكبر كذبة خدعتنا، وثيقة اللي سواها علينا وأسسها علينا إحنا بالشرق الأوسط كامل، كامبل بن رمان بعام 1969. الباحث الفلسطيني الدكتور أنيس صايغ كان بده يثبت للعالم إنه الغرب متآمر علينا من زمان، وإنه في وثيقة سرية صادرة عن بريطانيا بتحكي إنه لازم يفتتوا العرب ويحاربوهم من جوا. لاحظ بالكلام، يحاربونا من الداخل. بس المفاجأة اللي صدمت الكل إنه هاي الوثيقة ما إلها وجود، وحكيناها برضه بالمرة الماضية. حقيقي تخيلوا اللي انبنت عليه كتب محاضرات وحتى نشرات إعلامية طلع وهم، اخترعوا راكب طيارة. وهون المصيبة مو بس لأنه الوثيقة مش حقيقية، لا، المصيبة إنه هون أعطت خصومنا حجة يضحكوا علينا ويسخروا من وعينا ويكتبوا تقارير ويحكوا فيها العرب مصدقين وثائق ما إلها أي وجود بالأرشيف البريطاني. فعليا معهد واشنطن نشر تقرير بسنة 2020 بيضحك علينا على العرب اللي بعدهم بيآمنوا بوثيقة كامبل. طيب إحنا ليش منضيع وقتنا على الخيال ونترك الوثائق اللي فعلا مو موجودة؟ يعني فعليا كل تفاصيل الحكي اللي حكيناها بالفيديوهات الماضية نعتبرها وهمية مش موجودة بالأساس، ونشتغل على أساسات إحنا أصلا مخلوقين عليها بالفطرة، على ديننا الإسلام. الذكاء مش إنك ترد على هذا الخيال بخيال أكبر، والذكاء إنك ترد على الكذبة بالوثيقة الأصلية من أرشيف مفتوح من تاريخ مش ممكن حد يشك فيه. فخلونا ننتقل لوثائق الاستعمار الحقيقية اللي ما في ولا وقت بالعالم تقدر تنكرها. خذ عندك اتفاقية سايكس بيكو بعام 1916، اتفاقية رسمت لنا إن إحنا كعرب حدودنا بدم بارد، وخريطة كلها ملونة مرسومة بخط إيد أحمر بتقسم المشرق العربي كأنه قطعة كيكة مثل ما ذكرناها على طاولة مفاوضات. ومن أخطر ما فيها عبارة صغيرة بس معناها خطير جدا: فلسطين منطقة ذات إدارة دولية. هاي العبارة كانت للتمهيد بها المبكر، والتمهيد المبكر هون
لإنشاء الكيان الصهيوني بعدها بسنة مباشرة. بيجي وعد بالفور بسنة 17، واللي حكى فيها وزير الخارجية البريطاني وقتها: حكومة جلالة الملك تنظر بعين العطف لتأسيس وطن قومي لليهود في فلسطين. هذا الكلام مكتوب بأشياء رسمية عندهم، وثائق رسمية، ولليوم موجودة. بتتخيلش كم واحد من العرب شاف النص الأصلي لهذا الوعد؟ أقل من 5%، بسبب عدم قراءتنا. إحنا ما بنقرأ، إحنا ما شفنا، إحنا بس سمعنا، وسمعنا قادنا نحكي بس مش نتحرك. هون برقية كيسنجر بعام 1973 هاي لحالها تستحق تنكتب بالذهب، مو لأنها شرف، مو لأنها شرف إلنا، لا، لأنها فضيحة أخلاقية بحق الاستعمار. تخيلوا كيسنجر كان يراسل المسؤولين الأمريكيين وبيحكي لهم: أخبروا السعوديين إذا ما ربطوا النفط بالدولار احرقوا آبارهم. حرفيا هيك انكتب. هاي الوثيقة طلعوها واطلع عليها ويكيلكس وتأكدت من صحتها، وما عاد فيها مجال للتشكيك. بس خلينا نترك لحظة بالماضي ونروح للمستقبل، لأن السؤال الأهم: إذا عرفنا شو اللي صار فينا، شو نعمل اليوم وكيف ممكن نرد؟ الجواب ما راح تلاقيه بالشعارات ولا بالمقاطع الوهمية ولا بنقاشات على الفيسبوك، والجواب هو على الأرض، بالمشاريع، بالشغل، بالبنية التحتية. كلمة البنية التحتية والشغل يعني بدها جهد بشري عظيم. بقولكم شغلة: أكبر كابوس عند الغرب مش إنه العرب يتوحدوا تحت علم واحد، أكبر كابوس عندهم إنه العرب يوصل لهم كهرباء لبعض. تخيل أنت يعني شو هذا الكابوس بالنسبة لهم. إحنا عادي يعني إحنا نتوحد كعرب ونوصل كهرباء لبعضنا البعض ونأخذ من خيارات بلادنا لبعضنا البعض وخلص. أما بالنسبة لهم لا، كابوس، كابوس كبير. وحدة الكهرباء أخطر من وحدة الجيوش. اليوم عم بيصير مشروع ما بين سوريا والعراق اسمه الحزام الاقتصادي العربي، مشروع بيضم سوريا والعراق والأردن ولبنان، والحمد لله شغالين عليه لليوم تحت ظل الراية الهاشمية، كلياته تحت تأسيس الأردن. اليوم الحزام الاقتصادي العربي مشروع بيضم الدول اللي ذكرناها مثل سوريا والعراق والأردن ولبنان، وعم بيصير عليه شغل فعلي من هاي اليوم، من لحظة، مش بس كلام. في خطوط كهرباء 400 كيلو فولت بتربط دمشق ببغداد، وفي أنبوب نفط عم بيمتد من كركوك لبنياس، وفي منطقة صناعية بالبادية السورية فيها 120 مصنع. مشروع فعلي، ما في شعارات، في خرسانة وأسلاك وعمال. لأن الوحدة ما بتبدأ بالنشيد الوطني، تبدأ لما كهربتي توصلك وغازك يوصلني ويصير عندي خيار غير الشركة الأجنبية. وهون المفارقة، لما نشتغل بيخافوا، ولما نحكي نظريات بيضحكوا. بس بدي أختم كلامي بأقوى إشي صار لحد اللحظة هاي اللي احنا فيها: مشروع سكة الحديد. الوحدة خريطة عظيمة تمتد من صنعاء للجزائر مرورا بكل العواصم العربية. مشروع رح يموله صندوق عربي سيادي برأس مالي 100 مليار دولار، رح يبني بأيادي عربية بدون شركات أجنبية وبدون تدخل خارجي. وهون السؤال: إحنا جاهزين نشارك، جاهزين نحط أفكارنا بدل شكاوينا، جاهزين نبني مش بس نلوم. أنا اليوم بدعو كل شاب عربي، كل بنت بتحلم بمستقبل جديد، تحكي لي شو أول مدينة لازم تمر فيها سكة الحديد. أي عاصمة عربية بتستحق تكون نقطة الالتقاء؟ اكتبوا لي بالتعليقات، وأنا بوعدكم أفضل فكرة راح تدخل فعليا بالتصميم النهائي اللي راح أشاركه بالفيديو الجاي. هيك بنقلب المعادلة، هيك بنحول كوابيس التاريخ لمشاريع المستقبل.